أين كان الله قبل الخلق؟ شكون فينا اللي ما سولش راسو هذا السؤال؟ وكاين اللي ما قدرش يقولوا جهرا خوفا لسوء مولانا او الطرف الاخر يشوف فيه شي نظره خايبه. الحلقه ديال اليوم غادي نجاوبوا على هذا السؤال بالادله والبراهين الشرعيه وبالاداب مع مولانا. فقبل ما نبدا الحلقه بغيت نشكر بزاف الناس اللي كيتفاعلوا مع المنشورات ديالي في شكل لوحو. وإلا كنتي كتشوف هذا الفيديو فخلي شي كومونتير زوين وشي لايك وشي متابعه على الصفحه ديالي، فهاد الشيء راه كيشجعني بزاف. وبغيت نشكر بزاف الناس اللي كيصيفطوا ليا في الخاص، راني كنجاوبكم كاملين كيف ما كتشوفوا، وانا متقبل اي موضوع قلتوه ليا نقدر نهضر فيه. فاذا كنتي باقي ما متابعنيش هذا هو الوقت، شنو كتسنى؟ ويلا نعرفوا الحقيقه دابا. قبل ادم وقبل الملائكه وقبل السماوات والارض وقبل كل شيء كان مولانا الله وحده لا شريك له. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام واستوى على العرش يعلم ما يلح في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله على ما تعملون بصير. قال الإمام أحمد عن ابن رزين قال: يا رسول الله، أين كان الله عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ فجواب الرسول صلى الله عليه وسلم: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. وكلمة عماء معناها فراغ. وعن عمران ابن حسين قال: جاء وفد من اليمن فقالوا: جئنا يا رسول الله لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. زعما الرسول صلى الله عليه وسلم يعود لهم بداية هذا الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله وحده ولم يكن شيئا غيره. وفيما رواه البخاري في الصحيح ديالو أن واحد يهودي كان جاء عند مولانا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك. فهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما حق الله حق قدره. فكما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن الكون كامل بدا بنفخة في آدم وغادي ينتهي بنفخة في الصور. فدابا ضروري نهضروا اولا نعرفوا الترتيب ديال خلق الخلائق، فالاغلبيه منكم ما عارفينش هذه المعلومه اولا عمرهم سمعوها. فهنا كيقول صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله هو القلم، فقال له: اكتب علمي في خلقي قدري في خلقي فجرا. وكلمة اكتب علمي أن الله سبحانه وتعالى كيعرف كل شيء مسبق، ولكن ما كيفرضش علينا شي حاجة، وبالتالي فنحن مخيرون. فهذا الموضوع راسو خاصو حلقة بوحدها. فلو كان مولانا كيحاسبنا بما فرضه علينا فسيكون ذلك ظلما لنا، وحاشا لله واش يكون ظلما لنا، أو الله يظلم العبد ديالو. لا يعاقب أحدا إلا على جرمه الذي اكتسبه في الدنيا أو على سبب استحقه به منه. وكيقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك. وهناك يعني أن جميع أمور الحياة الدنيا قد كتبت في اللوح المحفوظ، ولكن هذه اللي غتسمعوا دابا غادي تعجب. قدر ينزل قضاء الله من اللوح المحفوظ في وقت صعود الدعاء، وكيتصارعوا في السماء وكيتغلب عليه الدعاء، وهنا كيقدر يتبدل لك القضاء ديالك. وهذا الشيء كيبين اننا ما خصناش نحبسوا من الدعاء والانحاح لله سبحانه وتعالى، حقاش الله كيعجبو العبد اللي كيكون لاحول. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ان الله سبحانه وتعالى كتب قدير الخلائق قبل ما يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. اذا من هذا الشيء كنعرفوا ان الله سبحانه وتعالى اول ما خلق هو عرشه على الماء، ثم القلم، ثم اللوح المحفوظ، ثم السماوات والأرض. وكيحذرنا الحبيب المصطفى من مدخل الشيطان إلى أنفسنا من هذه الزاوية. فكيف ما كيقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان لأحدكم ويسأله: من خلق السماوات؟ فأنت كتقول الله. وكيسولك: من خلق الأرض؟ فأنت كتجاوب الله. وكيسولك: من خلقك؟ وكتقول الله. وهنا كيسولك: من خلق الله؟ فهنا عقلك كيحبس وكيبقى يفكر بزاف. هنا الحبيب مصطفى عطانا واحد الحاجه اللي خاصنا نقولوها ديما: اذا وجد احدكم هذا في نفسه فيقول: امنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه. قال صلى الله عليه وسلم ايضا: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. زعما شوف العظمه ديال الله في خلق الكون وخلق الكائنات الحيه، وما تبقاش تفكر شكون خلق الله وعلاش تخلق الله. فهاد الحلقه ما بغيتش نطولها عليكم، بغيت نشوف واش غادي تعجبكم ولا لا. فإلا وصلتي حتى لهنايا نزل خلي شي حاجه زوينه في كومونتير، وما تنساش تتابعني على الصفحه ديالي.
والسلام عليكم.